السبب الثالث بتاعنا ليه لازم اخد فيتامينات ومعادن بعد جراحات السمنه. اتكلمنا في قبل العمليه، اتكلمنا تاثير العمليه نفسها، تعالوا بقى دلوقتي نتكلم بعد العمليه. زي ما اتفقنا ان حجم المعده بتاعتي بقى صغير، وتقبل بعض انواع البروتين بتبقى صعبه شويه، بالذات اللحوم لان هضمها بيتم في المعده. ومع الضغط ان احنا لازم ناخد بروتين وبروتين، ويا دكتور والله ما قادره، ابتدي اقول لا ده احنا لازم ناكل كمان خضار وفاكهه. فتبتدي الموضوع بالنسبه لنا ما انا هاكل ده هاكل ده، معدتي مش هتاخد كل ده، فنبتدي نقعد نلعب لعبه وجبات صغيره متعدده على مدار اليوم، ونشيل ده ونحط ده. بعد ما اقدر اوصل للتولرنس بتاعي ان انا اخد الخضار والفاكهه وكمان البروتين بتاعي مظبوط، نبتدي ساعتها ندخل النشويات. لكن تبقى كارثه من الكوارث لو ان انا ابتديت استعوض السهل الخفيف زي النشويات والمعجنات والباتيهات عن البروتينين والخضار والفاكهه بتوعي. طبعا هتاثر على نسبه الفيتامينات والمعادن بتاعتي. علشان كده لازم ناخد ونلتزم جدا جدا بالفيتامينات بتاعتنا على طول رحله خساره الوزن بتاعتنا لحد ما نوصل للحلم بتاعنا الجميل، الوزن المثالي، بدون تاثير على صحتنا، بدون تاثير على نسبه الفيتامينات والمعادن بتاعنا. فبليز التزموا بالفيتامينات والمعادن بتاعتكم.